كتأتي هذه الوقفة تضامنية المنظمة من قبل حركة 20 فبراير بمدينة سطات للتنديد والشجب بالاستفزاز اللي تعرضت ليه الحركة في شخص أحد المناضلين ديالها السي محمد البستاتي من خلال الطرد ديالو من العمل ديالو بناء على الموقف والخيارات ديالو السياسية. الأمر اللي كيبين لنا بأن المخزن ما زال على حاله وما زال يستمر في أساليبه وآلياته، فبعد أن نهج مع الحركة أسلوب الاتهامات والأضاليل والأباطيل والأكاذيب ومر إلى الاعتقالات والسجون ووصلت إلى استشهاد شهداء وجرحى ومعطوبين، الآن انتقل إلى أسلوب آخر وهو قطع الأرزاق من خلال تشريد عمال ومناضلي الحركة. هذا صوت الجماهير، هذا صوت الجماهير، والتغيير والتغيير والتغيير، هذا صوت الجماهير، هذا صوت الجماهير. ولكن اللي عرفنا الاسباب الكامنه وراء هذا الطرد فهو اسباب لحركيه هذا الشاب داخل اطار حركه 20 فبراير وداخل الاطار الذي ينتمي اليه، وبالتالي فالحركه تستنكر بقوه هذا الطرد، وسوف تتخذ أشكال غير مسبوقة حتى استرجاع حقه. اولا السلام عليكم. كنشكر حركه 20 فبراير اللي وقفت معايا هذه الوقفه التضامنيه، وكنشكر الجمهور السطاتي الذي ساندني في هذا ما تعرضت عليه من هذا الطرد تاع السوفي، والذي هو صراحه الا شفتوا الرسائل اللي تصدرت لي فهي لا علاقه لها بالميدان النسيج، علما بان هاد الناس داو القانون اخترقوا القانون. الى التجأنا للمدونه ديال الشغل كنلقاو بان اي انسان عنده حريه سياسيه او رئيس سياسي وما يقدرش يتطرد على قبله. فهاد الناس انا ما فهمتش واش هاد المؤسسه ديال سيطافيكس اللي هي في تجين واش ولينا كنصاوبوا الدساتير ما عرفتش، لان مسائل ديال المهنيه لا علاقه لها بما وقع، وهذا خطا جسيم ارتكبته الاداره، ونسال الله سبحانه وتعالى انه غادي يخلصوا الثمن. وإننا في حركة 20 فبراير نشير أن الوقفة لا تقتصر على الطابع التضامني فحسب، بل إن حضورنا اليوم هو تأكيد على مواصلة النضال ومؤازرة أخونا حتى استرجاع جميع حقوقه وتحميل المسؤولية كاملة للجهة المتعسفة. لقد اتخذ هذا القرار الجائر دون مراعاة لأي من الضوابط المهنية المتعارف عليها في احترام حقوق العامل وحق المواطنين والمواطنات في التعبير عن آرائهم بكل حرية.